هاد الجوال اللي حملوه الناس اللي ما فيش يكون اليوم التطور اللي غادي فيه يعني تطور جد سريع، بحيث يكاد يكون يومي. تيخرج موديل نهار الاربع، تيتباع نهار الاربع، نهار الخميس تلقى واحد بعر معاك اخو احسن منه، تتسمع غير جوج ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره. وهذه الأشعة التي تلعبوا بها أصبحت متطورة إلى أقصى حد، بحيث أنا أخبرت بأن بعض الجوالات أصبح تصور بأشعة خطيرة، ولا ينبغي لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يملك هذا التليفون هذا، وخا يقول ليه هاكو. علاش؟ لأن الأشعة فيه كتستعمل استعمال فاضح. التليفون بعد التصويري شحال تلعبوا به الناس وما عرفوش اش تيديروا. كاين اللي دخل الكاميرا وفضح والديه وزوجته وولادو وهو يتيلب. وحنا كشتي يعمل بينا دروك الغرب. حنا عند الغرب بحال دوك الدراري اللي كنسيرو ليهم في عاشور مسيسي بالحداد شر القراق تقلبتو العين. حنا فين ما خرجوش حاجه نقولوا حنا الاولين فيها وتنتلعبوا بها وما تنعرفوش خطرها، لحقاش حنا واخا كبار في الجسم صغار في العقل. الفارس فينا عنده شي مخ الناموس راه في قلبه. والله الذي لا اله الا هو الا في الحرم المكي. انتبهوا ليا. وبحرا خرج اول تليفون في التصوير. واش لقيتي في الحرم اللي فيه الصلاة 100,000 صلاة؟ إذا صليتي صلاة يعني مع الإمام في الجماعة وعلى حقيقتها تيقيدها لك الله ب100,000 صلاة، كأنك صليتي كدا و80 عام وأنت كتصلي. وإذا مجموعة الناس تيدوروا في الحرم وتيديروا وسيرة وتصلي بالرشيد ما بالرشيد، مرشيش ما مرشيش. اش كتصور دروك؟ انت مضيع راسك في القناطير المكدره الحسنات وشغلك اش معينه اتوها لك الغرب الذين لا يعرفون الله ولا يؤمنون بالله ولا برسوله وشغلك بها. انت بصفتك مسلم تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. بدا المؤمن حتى إلا خرجوه ماشي قصديرة وفيها الأذى. راه المسلم مسلم، والمسلم خصو يكون واعي. كل حاجة يستعملها في حدود ما شرع الله وبلغ رسول الله. إلا ما يكونش المسلم هكا هذا قفة لقى على ودني قفة الريس. المسلم خصو يكون أوعى الناس ويكون شاطر وقافز وواعي في امور دينه. ما يبقاش الحاجه اللي جات والخطر اللي جات يدخلوا على ولادو ويخرج المنظر. شوف الوالده، شوف هذيك اختي خويك يا عباد الله راه حنا ما عرفتش وقاعدين دروكا هما تيديو اش الفلوس العمل الخدمة، وحنا عندنا البطالة ومكان الحيط تيصور كالا ما زاد ما خلى اللي يزيد. لهذا يا أمة رسول الله راه هاد المخاطر اللي دايره بنا هيه باب الاختراع راه هي تدل شي دلالة الله يحضر فيها السلامة. الله يحد الباس.